مساء الخير متابعينا، اهلا وسهلا بحضراتكم. نتابع معاكم من احداث وقعت تسمم اكثر من 50 شخص بتسمم غذائي في حي ابو هلال بالمنيا بعد تناول وجبه بروستات. ايه اللي حصل في المنيا وتفاصيل هذا الحادث؟ احنا النهارده معانا احد شهود العيان واللي هنا داخل المستشفى، معاها من اسرتها 7 افراد بالكامل داخل العنايه المشدده. ايه تفاصيل هذا الحادث النهارده اللي اصاب الذعر داخل محافظه المنيا، واللي كله بيتكلم عن احد المطاعم الشهيره بحي ابو هلال واللي كان السبب الرئيسي في تسمم اكثر من 50 شخص. الف سلامه وبرحب بيكي معانا، اهلا وسهلا بيكي. الله يسلمك. ايه اللي حصل بالظبط؟ احكي لي تفاصيل الحادث النهارده، يعني كان الاول من الساعه كام تقريبا بدا الموضوع معاكي؟ من 6 الصبح، بس احنا رحنا الساعة 11 المستشفى. من 6 الصبح. اول حاله ظهر معاها التسمم. كانت اختي. اختك دي مريضه تعبانه فيها اي حاجه قبل كده ولا؟ لا، ولا اي حاجة، ده تعب ظهر على غفلة. هي انت كنت بتقولي ان هي كانت حامل اه، في الشهر كام تقريبا؟ الاول. في الشهر الاول، حامل في الشهر الاول. ايه اللي ظهر عليها اول حاجه؟ اول حاجة ظهر علينا كان في مغص واسهال وترجيع، كان شديد يعني من الفجر. جت الساعة 11 خلاص ما قدرتش ووشها صفر، راحت رنت عليا وقالت لي انا تعبانة. قالت لك انا بموت اول ما كلمتني؟ بالنص كده بعد الشر عليها. فنزلت بسرعة سندتها ونزلنا المستشفى على اساس ان هي جايه لها دور برد عادي. اول ما دخلنا الدكتوره بتقول دي جايه من تبع المطعم برضو. ما خدناش ولا عطينا، احنا كنا لسه صحيين على المستشفى على طول، فما شفناش اي اخبار. من كلمه المطعم ما خدناش اي اخبار ولا حاجه والدكاتره كانوا بيتكلموا مع بعض بس. انت كل ده فاكره ان هي دور برد؟ دور برد وكده بس. المهم رجعنا على البيت، كل ما اتصل بيها ترد لسه تعبانه، ادعي لها ربنا يحوش عنها. قلت لها معلش، هو العلاج هيمشي في جسمها وهتبقى كويس ان شاء الله. ما فيش بالظبط ساعتين من بعد ما رحنا المستشفى لقيت امي بترن بتقولي الحاجي اختك وولادها، العيال وجعوا مننا. رحت لقيت كل عيل في مكان، العيال مش قادره تتحرك، المغص ترجيع اسهال. خدناهم وجرينا على المستشفى. عمرهم السنيه تقريبا كام؟ 15 و13 و9 و10. تمام. بس جبناهم هنا على طول الحمد لله، الاسعافات كانت كويسه واسعفونا الدكاتره. بس حاليا السخونه مش راضيه تنزل. لحد دلوقتي السخونه مش راضيه تنزل، اللي توقف القيء والاسهال تقريبا. اللي اول حاجه عملوها لهم هنا اول ما، او على مدار الساعه لحد دلوقتي، اول ما دخلنا بصراحه عالجوا لهم على طول الكالونات، ومن ورا الكالونات المحاليل والحقن. ومن بعد كده بقينا لازم ياخدوا دش ساقع عشان خاطر يخفوا شويه السخونه. طلبوا مننا ان احنا نجيب ثلج، طلعنا جبنا لوح ثلج من بره وتوزع على الناس كلها جوه، لان السخونه كانت عاليه فعلا للناس كلها. بيتكسر وبتدوا كل واحد بنكسر، وكانوا بيدونا جلافزات نحط فيها حته الثلج وتتحط تحت باط كل واحد فيهم عشان السخونه تنزل. الحراره كانت عاليه، بتوصل لحد كام تقريبا؟ 41، ده كلام الدكاتره لما كانوا بيقيسوا الحراره. قلت لي ان هنا جوه في اسر بالكامل، مش فرد جاي لوحده؟ مفيش افراد، كلها اسر. كلها اسر. تقريبا من كام لكام العدد؟ مفيش اسره اقل من 5 افراد، وان كانت اقل هتبقى 4، يعني برضه هي العدد. يعني 4 افراد، 5 افراد، 7 افراد. 7 افراد ده من عندنا احنا، اكيد في برضه 7 تاني يعني. المطعم اللي كلت منه، يعني كل الاسر دي اللي جوه لما اتكلمتوا معاهم كلهم كانوا من نفس المطعم؟ هو كل اللي جاي بيصرخ من عند الاوضه بتاعت السموم، بيصرخ وبيقول كنا من مطعم كذا. كله بيذكر نفس المطعم. لكن ما حدش كان بيسال الناس اللي فاهم فيها جوه. ايه جوه في المستشفى كلنا. طب خليتها عامله ايه؟ كويس، اكتر ما تلاقيها جوه. فينا حته عند السموم. والدتك تقريبا بتعملوا لقاء علاوه تقريبا والدتك عندها كام سنه؟ 54. 54 سنه. مين اقل حد اتاثر؟ اخويا. مين؟ اخويا. ليه بقى؟ اشمعنى اخوك؟ ما اعرفش، قال لك عشان انا ما اكلتش جوي او حشت الجلده من على الفرخه. فلما هو ما بيحبش الجلد يعني، فلما اكلها كده المغص كان اقل والاعراض كانت اقل. اقل واحد في الاعراض والالم. هو مغص بس. هو مغص بس برضه اسعفوه برضه جوه. يعني يمكن الاحداث الخطه دي النهارده في محافظه المنيا كله بيتكلم عنها من المنطقه بتاعتنا كلها، كله من حابه. وفي ناس من العزب بيقولوا جت برضه جوه، ما اعرفش. اللي هم طلبوا دليفري. بيوصل الاكل لكل مكان في المنيا ولا؟ ايوه، دليفري. يعني مش بس لابو هلال، ممكن لاي مكان في المنيا. ايوه. في هنا تقريبا حوالي عدد كام اللي شفتوه جوه، بما ان انت موجوده جوه مع الناس؟
والله هو يعدي ال 50 لان الدكاتره جوه كانت عماله تقول الاعداد كبيره ومش ملاحقين عليهم فوزعوهم على مستشفى الصدر. وزعوهم على مستشفى، يعني لسه في مستشفى الصدر؟ ايوه في ناس هناك الصبح، كانت في ناس هناك واحنا ما نفهمش ان كانت ايه الموضوع، إن احنا كنا رايحين بحاله سمعنا يا دوبك بس الكلام جوه. انتوا الاول رحتوا مستشفى الصدر؟ الصبح ايوه. وبعد كده رجعتوا هنا ليه؟ ما هو عشان هنا بقول لك بعدها ب3 ساعات اختي حالتها اتدهورت، قلت لنا وهي لو فعلا دور برد العلاج اللي كانت خدته كان خلاص حالتها بقت في النازل، وعيالها بقى ابتدى يبان عليهم. الجنين لسه بخير ولا؟ الحمد لله طمنونا. الحمد لله. الحمد لله. طمنوكم ان هو تمام. الوجبات اللي هم كلوها كانت عباره عن ايه؟ كان عباره عن بروست وكول سلو وتوميه. الحاجات اللي حسوا بطعم مختلف غير المعتاد كان ايه؟ الكول سلو هو اللي طعمه غير المعتاد، هم بيطلبوه كل مره. ايوه. لكن الفراخ كانت زي ما هي بطعمها الطبيعي. اكيد عشان كلوها. عشان كلوها ما حسوش بحاجه. ما حسوش، التتبيله بتاعتها كانت برضو كويسه بس ما اعرفش. مش معرفش السبب ايه. مش عارفين السبب ايه. انتوا معتادين تاخدوا من المطعم ده اكل على طول ولا دي اول مره تشتري منه؟ هي مش اول مره لينا، وناس كتيره جوه بيقول برضو مش اول مره ليهم. بس مش اول مره بس. المره دي اللي غريبه جدا وكلكم انتوا طلبتوا الاكل امتى تقريبا؟ كانت الساعه 12 بالليل. 12 بالليل بدات تظهر الاعراض الساعه كام تقريبا؟ ما هم اكيد عقبال ما جه الاكل وكلوا وشربوا ما اعرفش كان علامتها بالظبط. 6 الصبح ابتدت اختي بقى ابتدت تظهر عليها وتتعب، ما استحملتش معدتها، ما استحملتش لان هي مناعتها قليله. ما استحملتش الاعراض اول لا مره ما ظهرت استحملتش. على اخر حد ظهر عليه الاعراض في البيت اللي سنهم صغير ولا اللي سنهم كبير؟ اللي سنه مش صغير اخر حاجه. اخر حاجه هم اللي ظهر عليهم. وفي نفس الوقت هو ما فيش بين ده وبين ده نص ساعه لان هم فعلا الاربعه سلموها. الحمد لله. من هنا على طول سريعا لمستشفى المنيا الجامعي اول حاجه. جبنا 6 افراد والسابع لما جه فبنقول الدكتور ده كان معاهم قال طب مش كوقايه برضه عشان ما يحصلوش حاجه، لما قال ده فيه مغص بسيط راح عالجوا له محلول. لحقوه على طول يعني بسرعه قبل ما الاعراض تيجي، هو كان فيه مغص بسيط بيقول بس. انت ما كلتيش معاهم بقى؟ لا الحمد لله. انت خرجتي من القصه ما سابوليش حته. الحمد لله. احمد ربنا بقى. الف سلامه عليهم. الله يسلمك. وان شاء الله يقوموا بالسلامه دعواتنا لكل اهالينا اللي جوه، يا رب يقوموا كلهم بالسلامه وما فيش حد منهم يا رب يكون في مكروه. يا رب. طب الاكل من بره بقى المهم الصحه ايه للناس اللي طول الوقت بتشتري اكل من بره يعني؟ والله يا بصي انا كنت انصح نفسي الاول، الواحده بتحب تستسهل. بس بنشتري راحتنا يعني. بنشتري راحتنا وبعدين ربنا بيخلي اللقمه بتاعت بره محليه، يعني ممكن تكون انت ست شاطره في بيتك بس اكل بره ربنا بيحليه، فده رزق الناس التانية اللي فاتحه بيوت برضه. ربنا يتم شفاهم على خير يا رب. اللهم عليهم يا رب وعلى ويظهر الحج. يظهر الحج ان كان صاحب المطعم يعني بيجيب حاجات رديئه واذى بها الناس، ويظهر الحج ان كان حد من جوه حب يعمل فيه نقد عشان مثلا ناجح الله اعلم بيه، فربنا يظهر الحج عشان الواحد زعلان برضه لان المطعم ده اكيد كان فيه برضه ناس شغاله وناس بترزق وناس فاتحه بيوتها من الناس. بس ربنا يظهر. وربنا ما يجعلناش من قاطعين الارزاق، يعني بتمنى من ربنا يظهر الحج ان كان صاحب المطعم هو السبب ولا اللي شغالين معاه. يعني لو كان صاحب المطعم هو السبب والمطعم هو السبب فانتوا عايزين حقكم. لو احنا حقنا عند ربنا، احنا عايزين حقنا اللي هو يقوموا كلهم بالسلامه لان المناظر جوه صعبه. نتمنى ان هم يقوموا بالسلامه، مش عايزين حاجه. الحق اللي القانون ياخده لو هو فعلا يعني بيجيب حياه رديئه بعد ما هيحللوا الحاجه ياخد حقه وياخد يعني الجزاء بتاعه ياخده. ان كان حد عمل فيه نقد زي ما بنسمع كلام كتير بيتداول في الناس، ان كان في حاجه اتعملت زي كده برضه ياخد حقه لان هو كده اتظلم مثلا الله اعلم، فانا ما اعرفوش ولا اعرف المطعم. انا عن نفسي اول مره اسمع عن المطعم ده. شكرا لك. العفو. شكرا.